هل سبق لِك قبل كده إن أنتِ حسيتِ إن أنتِ مش كفاية؟ إنِّك حتى لو اجتهدتِ أو نجحتِ أو عملتِ حاجات كتير حاسة إن لأ، مش هو ده برضه كل اللي أنا عايزاه، مش هي دي برضه الحاجات اللي أنا كنت محتاجاها. عندي كده شوية أفكار باقعد أقول لنفسي لأ، أنا ما استحقش النجاح ده، مش هي دي الحاجة اللي أنا كنت عايزة أوصل لها، كنت عايزة أوصل لأكتر من كده، كنت عايزة أحس إن أنا أبقى واثقة في نفسي بشكل أكبر من كده. كل حاجة في حياتي، علاقاتي، شغلي، لكن خلّيني أقول لِك الشعور ده مألوف جدًا وبيحصل لستات وبنات كتير أوي، لكنه بيأثّر على كل حاجة في حياتِك، شغلِك، حياتِك، علاقاتِك، تعاملاتِك مع الناس، حتى سعادتِك الشخصية. كتير جدًا من الستات بيحسّوا بخوف كبير وقوي جدًا نتيجة الشعور ده، وهو شعور إن أنا خايفة إن أنا أكون ما استحقش كل الحاجات اللي أنا وصلت لها أو كل الحاجات اللي أنا عملتها في حياتي، لكن الحقيقة أنتِ تستحقي كل حاجة كويسة أنتِ بتحلمي بيها. وخلّيني أقول لِك إن النجاح ده مش صدفة، وأكيد النجاح ده مش حاجة خارجية، والنجاح بيبدأ دايمًا من جواكِ، من ثقتِك بنفسِك وإن أنتِ إزاي تعرفي تقدري إنِّك تقدّري ذاتِك وتقدّري نفسِك كويس أوي. فلو أنتِ حسيتِ بالكلام ده، حابة أقول لِك إن أنتِ مش لوحدِك، وأهم خطوة دلوقتي إن أنتِ تتعلمي إزاي تعرفي تعبّري عن نفسِك بشكل فيه ثقة كبيرة. ولو أنتِ فعلًا عايزة تبني صورة ذاتية قوية جدًا، وإن أنتِ تحسي إن أنتِ تكوني أكثر ثقة وأكثر استحقاقًا وأكثر توكيدية، اشتركي دلوقتي في كورس الثقة بالنفس وتوكيد الذات والاستحقاق، هتلاقي التفاصيل بتاعته في البايو أو في الديسكريبشن اللي موجود تحت.